ان مجلس اداره نادي الزمالك يدرس عدم استكمال مباريات الدوري. تاني، يدرس عدم استكمال مباريات الدوري، يعني الانسحاب، يعني مش هيكمل، او يستكمل بطوله الدوري بالناشئين. ليه؟ بسبب الكوارث التحكيميه المفتعله ضد نادي الزمالك. يعني الزمالك بيخسر نقاط في الدوري بفعل فاعل، والفاعل هو الحكام. ممكن يتحمل جزء المدرب، يحمل جزء اللاعبين، لكن الزمالك يخسر نقاط في الدوري بفعل فاعل والكوارث التحكيميه. ده الكلام اللي قاله هاني شكري بخصوص الاخطاء التحكيميه والكوارث التحكيميه المتعمده مع سبق الاصرار والترصد. فقال الزمالك يدرس الانسحاب من مباراه الدوري او عدم استكمال مباراه الدوري بهذه الكوارث في حال استمرار هذه الكوارث في المرحله القادمه. واتكلم انه الزمالك قادر على الفوز بالكونفدراليه وحمل اللقب، وده شيء طبيعي، الزمالك هو بطل. ايوه، يعني هينسحبوا ولا مش هينسحبوا؟ ما احنا عايزين نعرف هينسحبوا من الدوري ولا هيلعبوا من الناشئين. اصل الاستاذ ممدوح عباس طلع وقال كلام غير كده، قال لك قصه ان الزمالك ينسحب من البطوله ده مش هينفع خالص، وقال لك ان كمان حتى موضوع انه يلعب بالناشئين لا، ما فيش الكلام ده خالص، وان ما حد. طيب احنا عايزين نعرف بقى، هي الاداره نفسها اللي بتفكر تنسحب ولا حضرتك اللي بتقول الكلام ده تحديدا، ولا يعني الاستاذ ممدوح عباس له وجهة نظر تانية غير اللي انتوا بتعملوه، ولا هو مين اللي بيدير نادي الزمالك برضه عشان نفهم وناخد منه الكلمة والمعلومة اللي هي مثلا هينسحب ولا مش هينسحب؟ فهمونا.